السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على أسرار طاقة المال وكيفاش تفعل قانون الجذب باش تجبد الفلوس، زائد مفاهيم غيرت حياتي. بزاف ديال الناس كيخدموا كيتعبوا كيسعاو، ولكن الفلوس كتبقى هاربة، كتجي وتمشي، ولا كتبقى قليلة مهما درنا. وكنت وحدة من هاد الناس حتى فهمت واحد الحاجة مهمة: المال ماشي غير خدمة وتعب، المال طاقة، وكتجبدها ولا كتطردها بعقلك، بمشاعرك، وبطريقة تفكيرك. من نهار فهمت هذا المفهوم بدلت بزاف الحوايج في حياتي. اليوم بغيت نشارك معك أسرار طاقة المال وكيفاش تخدم بقانون الجذب باش تجبد الرزق، ومفاهيم بسيطة ولكن قوية قدرت تغير نظرتي للفلوس من الجذور. غنطرقوا لستة ديال النقط. أول نقطة: شنو هي طاقة المال؟ الفلوس ماشي غير أوراق ولا أرقام في الحساب البنكي. الفلوس طاقة بحال أي طاقة في هذا الكون، كتأثر بيك، بأفكارك، بكلامك، بمشاعرك وبمعتقداتك. إذا كنت ديما كتقول الفلوس صعيبة، الرزق قليل، حنا مكتوب لنا الفقر، راه بهذا الكلام راك كتسد باب الرزق بيديك، حيث الكون كيسمع ليك وكيعطيك بحال ما كتفكر. تاني حاجة، أخطر حاجة كتسد الرزق هو الخوف. الخوف من الفقر، الخوف من أنك تصرف، الخوف من أنك تجرب شي مشروع، الخوف أنك تضيع. هذا الخوف كيعطي رسالة للكون: أنا ما واثقش أن الرزق موجود. والكون كيقول حاضر، غادي نخليك ديما خايف وديما ناقص. منين بديت كنخدم على الخوف ديالي ونبدلو بالثقة، بدات الفرص كتفتح من حيث لا أحتسب. ثالث نقطة وهو قانون الجذب وكيفاش تخدم به مع المال. قانون الجذب كيعني كتجبد لك الشيء اللي كتفكر فيه وكتحس به. باش تجبد المال خاصك ما تركزش على النقص، ركز على الوفرة. ما تقولش بغيت الفلوس، قول أنا كنستحق الرزق. حسن الامتنان حتى على القليل، يعني ديما شكر وديما حمد الله وقول اللهم لك الحمد على القليل كيجيك الكثير. مثال بسيط: إذا جاتك 20 درهم وقلتي غير هادي، راه كتحتقر الطاقة ديال المال. ولكن إلا قلتي الحمد لله، هذه بداية رزق أكبر، راك كتفتح باب للمزيد. رابعا وهو مفهوم اللي غير حياتي: المال كيحب اللي يقدره. الفلوس بحال الإنسان، إلا حسيت براسها محتقرة كتمشي. إلا صرفتي المال وانت معصب وانت خايف وانت كتلفظ بكلام ماشي هو هذاك، الطاقة كتكون سلبية. منين وليت نصرف وأنا هانية مرتاحة، نخرج صدقة ولو قليلة، نقول الحمد لله قبل وبعد أي صرف، وليت كنحس بالراحة، وبالعكس الفلوس ولات كتجي بطرق ما كنتش كنتوقعها. خامسا وهي العلاقة بين الاستحقاق والرزق. بزاف ديال الناس في الداخل ديالهم معتقد خطير: أنا ما كنستاهلش. هاد الفكرة كتجي من تربية قاصحة، كلام الناس وتجارب فشل. ولكن الحقيقة هي إلا ما حسيتيش براسك تستاهل الرزق، عمرك غادي تجدو لعندك. من نهار وليت تنقول أنا نستاهل الخير، أنا نستاهل نعيش مرتاحة، الرزق من حقي، بدات حياتي كتبدل خطوة بخطوة. سادسا واللي هي النقطة الأخيرة: النية والكلام اليومي كيأثر علينا بزاف. النية بحال البودرة والكلام هو الماء. كل نهار حاول تقول الله يوسع عليا، الرزق كيجيني بسهولة، أنا مفتوحة لاستقبال الخير والرزق. ماشي السحر، ولكن برمجة للعقل، والعقل كيتبع الطاقة اللي كتبعت ليه. المال ماشي عدو وما محرم حتى على واحد. المال طاقة، ولا فهمتيها وخدمتي معاها بنية صافية وبقلب عامر بالثقة والامتنان، راه الرزق غادي يبدل طريقه ليك.
ماشي في نهار ولا في ليلة، ولكن بالتدريج، وبطريقة كتخليك تقول دابا فهمت علاش قبل ما كانش كيجيني المال. الا بغيتي تبدل الواقع المالي ديالك، بدا بدل فكرك وكلامك ومشاعرك، حيت من الداخل كيبدا كل شيء، وحتى الرزق.